الازايز اللي قدامي اللي انتوا شايفينها دي حاجات لازم احضرها قبل رمضان كل سنه: الشربات، كركديه، وصوص السلطه. تعالوا بقى نشوف الشربات. هحط على النار حله، طبعا لسه ما ولعتش البوتاجاز. هحط 5 كوبايات من السكر، طبعا حسب استهلاككم. لو انتوا بتعملوا حلويات كتير ممكن تكتروا كميه السكر اللي انتوا عايزينها. على ال5 كوبايات دول هحط 4 كوبايات من الميه. تمام، انا بعاير يا جماعه بالكوبايه المعياريه بتاعتي عشان يبقى المعيار مظبوط. جميل. دلوقتي هولع على النار. حلو. وهسيبها دلوقتي لحد لما تغلي. اول ما تغلي هحط ليمون، طبعا على الكميه دي هحط تقريبا ليمونتين. حلو. انا بحب احط كمان قشر برتقان، بيدي ريحه حلوه قوي. لو بتحبوا القرفه حطوا عود قرفه. انا بحب القرفه بس جوزي احيانا بيتضايق منها، فهنا برضو هحط برتقان، هيدي ريحه حلوه جدا. بعد ما بتغلي بشيلها من على النار واخليها تبرد خالص، وبعدين اعبيها في الازايز بتاعتها. ازازتين حلوين جدا يقعدوا معايا رمضان كله. تعالوا نعمل كركديه مركز. انا هنا هعمل كركديه مركز يا جماعه. هنا عندي تقريبا نص كيلو من الكركديه، شطفته الاول وحطيته في المصفى وشطفته شطفه تحت الميه. هحطه في الحله وهحط عليه ميه سخنه. هتيجي الميه تقريبا لحد يعني قبل ما تغطي الكركديه بشويه صغيرين. بصوا، هحط كوبايتين من السكر. طبعا هو محتاج بعد كده سكر تاني، بس انا هسيبها لذوقكم. في ناس تحب تحلي اكتر، في ناس لا. مبدئيا كوبايتين سكر، قلبوا كويس لحد لما يختلطوا مع بعض، وغطوه وسيبوه يغلي خالص. بعد كده انا بصفيه مرتين. بصفي اول مره وبعدين باخد التفل بحط له ميه تاني وبحطه على النار. جميل. عشان هيطلع في الاخر العصير المركز بتاع الكركديه، اللي هو برضو حسب عدد افراد الاسره. لكن لو انا مليت فنجال منه هقدر احطه على شفشق ميه يعمل 4 كوبايات حلوين جدا. تعالوا نعمل صوص السلطه. ودريسنج السلطه مهم قوي بالنسبه لي، زي أنا لازم اعمله. شفشق كبير هحط فيه كوبايه من زيت الزيتون. حطيت عليها 4 ليمونات او 5 ليمونات، جميل، حسب حجم الليمون برضو. 4 ليمونات او 5 ليمونات. وبعدين هحط حوالي معلقتين كبار من المستردة. وظيفة المستردة هنا انها غير انها بتدي المزازة، لكنها كمان بتدي تقل للصوص، وده مهم. تمام. معلقة كبيرة من العسل. ماشي. وبعدين هحط دلوقتي خل. هحط حوالي معلقة كبيرة من الخل. وبعدين هحط معلقة كبيرة من الملح. وهحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وعندي زعتر ناشف. لو عندكم زعتر طازة اوكي، بس الزعتر الناشف هاخد حوالي معلقة صغيرة. والزعتر الناشف انا بحب افركه كويس قوي في ايدي عشان ريحته تطلع وتبقى حلوة وتدي المفعول بتاعها. جميل. هقلب ده كله كويس قوي بالمضرب السلك. طبعا الكمية دي انا بتكفيني انا رمضان كله، لكن لو انتوا عايزين تزودوا زودوا. ده جميل. بعد ما قلبنا كويس قوي هاجي بقى دلوقتي هجيب فصين توم هحطهم في قعر الازازه اللي هامله فيها. الفصين التوم دول فايدتهم ان هم هيحافظوا على الصوص. ومش بحطه في التلاجة، بسيبه بره. مش هيحصل له اي حاجه بره، مش هيجرى له اي حاجه. ده فيه ليمون وفيه توم، وده اقوى مواد حافظه موجوده في المطبخ. بعبي الازازه، ولازم قبل ما استعملها ارجها كويس جدا جدا. بس دي ال3 حاجات اللي هتستعملوهم في رمضان. ابتدوا حضروهم من دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين.